وحشتوني. تقريبا فترة غياب من بعد فوز الزمالك بالدوري داخلة في 10 أيام، ولا فيديوهات ولا ريلزات حتى على التيك توك ولا حتى لايفات. جمهور الزمالك كله وحشني، ومتابعينه اللي بيتفرجوا عليا بشكل مرعب، وبالذات طبعا على التيك توك لان هو اللي عليه حركة اكتر وكومنتات، ونقعد ننكش في بعض. افتكرت قد ايه واحنا بنتخانق في الكومنتات، لا انت ما بتتفرج على ماتش تاني، لا انت. كان موسم حلو وموسم جميل، والزمالك بطل الدوري. عايزين نتكلم في حاجات مهمة قوي النهارده. بصوا يا جماعه، في كلام على السوشيال ميديا سواء من الاهلاويه او من الزملكاويه، صناع المحتوى الزملكاويه، يقول لك بطل فرحه. الزملكاويه يقول لك بطل فرحه ونبص للموسم الجديد، والاهلاويه يقول لك انت محروم. نرد على صناع المحتوى الزملكاويه الاهم بالنسبه لي. انت بتقول بطل فرحه ويلا نشتغل صح، ده كان عنوان فيديو مشهور قوي. هل انا جون ادوارد؟ انا دلوقتي بتكلم كجمهور زمالك، مش سقه صانع المحتوى. انا جون ادوارد؟ لا. انا مجلس الاداره؟ لا. طب هل ده وقت ان انا احط ضغط على مجلس الاداره وجون ادوارد واقول له يلا الموسم الجديد؟ ابلع ريقك، ما فاتش 10 ايام، اللعيبه لسه بتطلع على القنوات واللعيبه لسه بتحتفل. انت كجمهور احتفل، ولسه احنا داخلين على كاس عالم واجازه، وهكلمك على الصح اللي لازم نشتغل فيه. لكن اصدر ضغط من دلوقتي؟ لا. انا دلوقتي حقي كجمهور احتفل واقول ان الموسم الجاي مهم، وهتكلمك فيه في حلقه النهارده، دي ما فيهاش كلام. لكن كجمهور احتفل وازيد براحتي. ده انا واخد دوري تاريخي، دوري بثلاث ناشئين في اخر ماتش، ايه، في اهم ماتشات بثلاث ناشئين. انت متخيل؟ انا الدوري ده جايبه بالناشئين مع لعيبه جديده، مع مدرب اصلا يانيك فيريرا مدرب وحش، احمد عبد الرؤوف صاعد، كابتن معتمد جمال جينا، يعني زي ما بيقولوا ايه، نحت في الصخر. تقول لي ما احتفلش؟ لا احتفل. ايه الاهلاويه بقى اللي بيقولوا محرومين؟ شوف احتفالك بفوز ديربي القاهره 3-0، اقسم بالله يوازي احتفالي بالدوري. وشوف صفحتك كانت منزله ايه كميه الفيديوهات والصور وعمالين يزيطوا، وانت نفسك. انا احتفل بالدوري، وفكك بقى من جو محروم والدوري 45 ان انا اضيع وقت ان انا ارد عليك في الكلام ده. انت يا عيني عشان مش لاقي حاجه تعملها، وطالع صفري وكارثي بايه، بسكواد تاريخي وذهبي، وكنت بتتكلم انك تنافس على كاس العالم للانديه او تطلع من دور المجموعات تصعد منه، طالع حصاله في المجموعات وطالع من الكاس وطالع من الدوري. هقول لك سبت سوبر يعني. الزمالك بقى الموسم الجديد، نبتدي نتكلم عن الموسم الجديد ده دلوقتي. مش معناه ان احنا نوقف فرحه بالدوري، افرح بالدوري وافرح بفريقك، بس اتكلم عن الموسم الجديد. اهم حاجه مساله كابتن معتمد جمال يكمل ولا يرحل. انا عارف انت كمشجع عاطفي دلوقتي شفت حلقاته مع كابتن ابراهيم فايق، وشفت الفيديو بتاعه مع اسلام صادق وهو مش ماسك النادي وهو بيقول المرشح الاول للزمالك. كل الكلام ده بيأثر فيك، وبتفتكر ماتش سيراميكا، وبتفتكر ان احنا كسبانين الدوري، وبتنسى الوحش. كابتن معتمد جمال قسما بالله مدرب عمل كل اللي عليه وما بخلش بكلمه. بس انا من وجهه نظري عندي طريقين، يمشي او يكمل. انا مع طريق انه يمشي، وهقول لك لو يكمل ازاي. كابتن معتمد جمال لازم يمشي يا جماعه. ليه؟ انت هتفتح القيد صح، انت هتلعب في افريقيا صح، ان شاء الله كل ده هيحصل. في كلام انك هتجيب احمد عبد القادر او مصطفى احمد عبد القادر ومصطفى محمد، ما جوش. بس انت هتفتح القيد وهتجيب نجوم، هتجيب لعيبه كبيره. انتوا شفتوا يا جماعه كابتن معتمد جمال في لقائه مع ابراهيم فايق، قال لك انا كنت عايز حسام عبد المجيد ما يشوطش، جه فتوح قال لي يشوط. حاجه تانية بيقول لك انا بدخل اتكلم اللعيبه واقول لهم يلا نعمل ايه وباخد ارائهم. الكلام ده السنه الجايه مع دوري ابطال افريقيا مع لعيبه نجوم كتير مش هينفع. انت هتقول له عدي يقعد دكه ازاي على حساب مصطفى محمد، وهتقول له مصطفى محمد يقعد دكه ازاي على حساب عدي. ده لو جه مصطفى او جبت مهاجم اجنبي، احمد عبد القادر وشيكو بنزا عبد الله السعيد فتوح بنتاج، ده انت لازم مدير فني كبير يسيطر على اللعيبه دي. انا شايف ان كابتن معتمد جمال لازم يمشي، تجيب مدير فني كبير معاه في جهازه محلل اداء، مدرب كور ثابته ملوش علاقه بمحلل اداء، معاه مدرب تقني، معاه كل جهاز فني كامل شغال صح، نشتغل كوره. هتقول لي طب افرض جبنا زي يانيك فيريرا؟ غلط. ولو كمل معتمد جمال؟ غلط. ما تقارنيش غلط بغلط. الصح انك تجيب مدير فني كبير بيشتغل كوره صح وبيقدر يتعامل مع النجوم، ده من وجهه نظري. طب لو كابتن معتمد جمال اخترنا الحل الثاني ان هو يكمل، ايه احسن حل يا سقا؟ الجهاز الفني ده لازم يخش له ناس تانية. فابيو نونو يبقى ليه صلاحيات كمحلل اداء، وتروح تجيب مدرب كور ثابته ومدير فني تقني اللي بيطور اللعيبه، مع محلل اداء مع مدرب كور ثابته، وكابتن معتمد جمال ياخد كل دول بالمركبه ويسمع كلامهم، نقدر نسوق المركبه. دي من وجهه نظري لو هيكمل كابتن معتمد جمال. لكن اللي انا شايفه ده جهاز فني ما فيهوش غير محلل اداء واحد وكابتن ابراهيم صلاح ومعتمد جمال، لا.
مش هيقدر يكون دوري ابطال افريقيا، ومش هيقدر يكون دوري مع تحسن الاهلي مع تدعيمات بيراميدز. مش هيقدر، مش هيقدر. ده وجهه نظري. نقطه مهمه في موضوع ان مصطفى محمد يجي او احمد عبد القادر يجي. بصوا يا جماعه الخير، دايما بنتخانق مع بعض كتير لان ساعات بيبقى رايي مختلف شويه. الحمد لله الحمد لله بتيجوا تقولوا لي انت كنت صح، فاهدى وعدي الكلام على مخك، لو ما اقتنعتش ماشي. حته مصطفى محمد، انا معترض على حته مصطفى محمد مش ككواليتي، على الكلام اللي بيتقال انه جاي ممدوح عباس اللي هيرعى الصفقه وهيديله رقم غبي قوي في الموسم 50 ولا 60 مليون. هو حاجه طب يا جماعه، ايه اللي نجح الزمالك السنه اللي فاتت؟ الدوري الاعجازي ده. اللعيبه كلها قريبه من بعض في العقود. بزيرة وعدي الدباغ بياخدوا 18 19 مليون يعني لما تحولها بالدولار يجي لك 19 مليون جنيه. اللعيبه كلها حابه بعض وقريبه من بعض، محدش بيبص للتاني. انت هتجيب مصطفى محمد تديه 50 و60؟ احمد عبد القادر شرحه بيقولوا انه ياخد 35 مليون، عقده الاول كامل السنه الاولى واخدها كاش، والسنه الثانيه شيك هيصرفه. يعني اللعيبه لما يتاخر عليها فلوس احمد عبد القادر واخد فلوسه. غلط 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 غلط. هتجيب مصطفى محمد وهتجيب احمد عبد القادر، اللائحه بتاعتك 25 مليون. عايز بونص من بره تديله انت مكافاه ممدوح عباس، ممكن نعديها في الدنيا، هي ما تعديش. لكن لما يبقى في ازمه ماليه في النادي، دول لازم يا جماعه تعدي عليهم الازمه. انت جو ان ياخد كاش في ايده ده ما ينفعش. طب والخصومات هخصم منه ازاي؟ انا اللي نجح الزمالك ان كنا منظومه واحده ماشيه صح، كله حاسس بالمركب. حسام عبد المجيد مش لاقي فلوس، محمد ابراهيم الصغير مش لاقي فلوس، الكبير مش لاقي فلوس، الاجنبي عدي وبزيره مش لاقيين فلوس وبيستحملوا وبيصبروا. ده الصح. لكن انا مثلا زي اجنبي زي بزيره او عدي لقيت مصطفى محمد واخد عقده كامل واحمد عبد القادر واخد عقده كامل، هشتكيك. ارجوك، حطينا نظام نمشي عليه، سقف مرتبات ثابت يا جماعه. ما اروحش اجيب اسم كبير زي مصطفى احمد عبد القادر فاضطر اديله 50 ولا 60 مليون واكسر سقف المرتبات اللي انا كنت حاطه. بزيره وعدي ومحمد اسماعيل 3 سوبر ستار اقل من 20 مليون مرتبهم، منهم 2 اجانب. شفت بياخدوا بالدولار. شفت ان النظام اقوى من ان انت تجيب صفقه بوم ومطرقعه. مفيش صفقه واحده احنا قلنا انها سوبر ستار، مع ان في 3 في الملعب جم سوبر ستار. والمهدي سليمان ده مش سوبر ستار؟ نفع. ارجوكوا، النظام اهم من الفرقعه والصفقات. واديك شفت الاهلي وشفت الزمالك نفسه. الزمالك لما جاب في 2020 صفقات بوم بوم طلعت بموسم صفري، والاهلي طلع موسم صفري. مش بكتر الصفقات واللمعان بتاعها، بالمخ، بان انت تشوف مراكز ناقصك ايه وتجيب لعيب مطفي شويه فتقدر تجيبه تلمعه زي عدي، لعيب اكتشاف زي بزيره، لعيب اكتشاف زي محمد اسماعيل. حلو قوي الكلام ده. اشتغل على ده احسن ما اجيب احمد عبد القادر ومصطفى محمد. طب انت ضدهم؟ لا انا معاهم. يجي مصطفى محمد ويجي احمد عبد القادر، بس داخل نظام الزمالك اللي هو سقف مرتبات، تاخر مرتبات على الكل، يدخلوا جوه المنظومه يبقى زيهم زي اي لاعب، ما تفضلهمش عن حد. نقطه مهمه من الموسم الجديد، انا عارف ان لعيبه الزمالك استحملت النادي وصبرت على فلوسها، بس الشباب دي وصلتك افريقيا وكسبت لك الدوري. اهم حاجه بعد فتح باب القيد والرخصه الافريقيه، انك تاخد الرخصه الافريقيه وتشارك في افريقيا، تدي اللعيبه دي فلوسها. اللعيبه دي لازم السنه الجايه اسمع اول مره ان لعيبه الزمالك بتاخد العقود في وقتها. لو هتجيب لي لاعبين بس باك يمين ومركز 6، او لو مش محتاجين باك يمين بمحمد ابراهيم وعمر جابر، مركز 6 ووينج شمال، مركز 6 بس وهتدي اللعيبه دي فلوسها في وقتها، هتحقق نتيجه اكبر من تجيب لي 10 صفقات ومحدش بياخد فلوسه وتروح مضطر بايع بزيره في نص الموسم زي ما عملت مع دونجا ونص الملعب عشان تدي اللعيبه دي فلوسها. النظام، ادي اللعيبه اللي عندك ال 14 15 لعيب بعد اللي يمشوا التانيين، كله ياخد فلوسه في ميعاده، واقدر ازود عليهم 3 4 لعيبه من مستثمرين، نبقى فرقه منظمه بسقف رواتب مع مدير فني محترم اجنبي بياخد فلوسه. والله توصل قسما بالله النظام اللي هيوصلك. النظام انك تجيب مدرب كور ثابته ومدير فني تقني مع مدير فني ومحلل اداء، مع اللعيبه بتاخد فلوسها، مع في مكافئات في خصومات ومحدش كاسر سقف الرواتب، والله لا توصل باذن الله ومش هتطلع صفري على ضمانتي. ولو جبت مدير فني متمرس في افريقيا ياخد لك افريقيا على ضمانتي. النظام هو اللي بينجح، مش اللي هو يلا هات لعيبه وخلاص. وجهه نظري الذي لا قيمه لها. ده الصح يا جماعه، وهقعد ال3 شهور الجايين اهري لك في الكلام ده عشان هو ده الصح. نقطه مهمه من السنه اللي فاتت عمال اقولها يا جماعه، فاضل على كاس العالم تقريبا 20 يوم. مصر هتخلص كاس العالم امتى؟ قول 1/7 مثلا لو طلعنا من دور ال 32. لازم 15/7 يكون الزمالك لو في مدير فني جديد يكون جه، لو في
تدعيمات للجهاز كابتن معتمد جمال اللي هو مدرب كور ثابته ومدير فني تقني يكونوا جم، واللعيبه تكون جت في 15/7 20/7 ماكسيمم، نروح نعمل فتره اعداد قبل الموسم، لان الموسم هيبتدي في نص 8 شهر فتره اعداد. عايز تشتغل صح ولا عايز غلط؟ السنه اللي فاتت كان معانا جون ادوارد واتاخرنا في الصفقات مع ان مخلصين الموسم 11/6، انت مخلص الموسم من 19/5. ارجوك بقى، ارجوك بالله عليك بقى اشتغل صح بقى، خد لك اجازه لحد نص 7، بس من نص 7 يكون في الصفقات جايه، يكون المدير الفني الجديد جاي او كابتن معتمد جمال تدعيمات جهاز الفني بتاعه جاي، ويخشوا معسكر مقفول على الفرقه يفهموا فكر، وندخل الدور الاول الماتش الاولاني فيه فكره بتطبق. انت مع يانيك فيريرا انت اللعيب الوحيد اللي حضر فتره الاعداد، شيكو منزا وادم كايد من الصفقات الجديده، لا عدي ولا بزيره، وحتى محمد اسماعيل ما لعبش اول 3 ماتشات. فانت عندك انت دي، فالزمالك ما كانتش باني اي جمله. نفسي ادخل الدور الاول، الزمالك متعود على جمل وحافظ طريقه لعب، زي الاهلي مع فايلر لما راح عمل معسكر. لازم تعمل معسكر باللعيبه الجديده، يعني تخلص صفقاتك بدري، معاك شهر تجمع الفلوس وتجيب صفقاتك وتشتغل. ده اللي انا نفسي فيه. شهر ايه؟ معاك شهر ونص لحد نص 7. انما انت عدي الدباك جايبه في اول 8 وبزيره جايبه في اول 8، ده غلط. ده غلط يا جماعه. لازم تجيب الصفقات بسرعه وتحددها، وتجيب الصفقات بسرعه، وتجيب مدير فني، او لو هيكمل كابتن معتمد جمال تدعمه بكم لعيب، كم جهاز فني. اللهم صل على النبي، ما تشيلهاش. تجيب لمعتمد جمال مساعدين في الجهاز الفني. الناس قلقانه ان كابتن معتمد جمال يبقى نفس السيناريو عماد النحاس وتبقى مشكله ان هو لما عماد النحاس بيجي بيكسبوا، لما يمشي بيخسروا. يا جماعه الاهلي مشكلته مش مدرب، الاهلي مشكلته في اللعيبه وتكوين فريقه. انا لو دعمت فريقي بشويه صفقات صح واديت للعيبه دي فلوسها وجبت مدير فني كويس، مش يانيك فيريرا هتمشي وهتكسب عادي. الكوره ما فيهاش ثوابت. مش الاهلي نجح معاه عماد النحاس وفشل الاثنين الاجانب، يبقى الزمالك لما يمشي معتمد جمال هيفشل الاجنبي. طب ما انت رايح تجيب اجنبي فاشل، ما هو هيفشل. لو جبت اجنبي سي في كويس زي كاردوزو بتاع صن داونز اللي احتمال يمشي، اللي وصل نهائي افريقيا وكسب واحد مع صن داونز، ده احتمال يمشي من صن داونز. ده لو رحت جبته وقلت له اختار اللعيبه وكمل السكواد ده، تفتكر انه ممكن يطلع لك موسم صفري؟ ممكن، الكوره فيها كل حاجه، بس مش هيبقى غلط. وممكن معتمد جمال لو كمل ياخد موسم صفري، ما هي ممكن. لكن اشتغل صح. انا وجهه نظر الذي لا قيمه لها مع رحيل معتمد جمال، مع ان انت تجيب مدير فني كبير متمرس في افريقيا، ان انا هدفي الاول افريقيا، اخد ال6 مليون دولار، بعد كده اشارك في كاس عالم الانديه. ده وجهه نظري. نقطه مهمه سريعه، لا قبل النقطه، طبعا كلكم هتقولوا لي اتكلم على لقاء زيزو. بصوا يا جماعه، عايز اقول لكم حاجه حلوه قوي. لقاء زيزو ده لو اتكلمت عليه ونزلتها على التيك توك الفيديو هيجيب 200 و300 الف، لان الحاجات دي بتتشهر قوي. لكن ده مش انا، وانت عارفني انه مش انا. ليه بقى؟ انت زيزو ده لو انت عندك وقت فاضي ومش عايز تبص في الحيطه، يعني انت لو اتفرجت على الحيطه كده وهي مدهونه او مش مدهونه افيد لك. مش عايز تتفرج على الحيطه، روح شوف لقاء زيزو مع ابراهيم فايق اول لما راح الاهلي، وشوفه مع سيف زاهر. هتلاقيه عقليه هشه جدا بتغير في كلامها، مره يقول يمين مره يقول شمال، كل هدفه ياخد اللقطه ويقول ان انا مش مسؤول وغلطه الجميع. انا اترفع ان انا اتكلم عن كل ده عشان الريتش، بره عني كل ده. طبعا كنت عايز اتكلم في حاجه يا جو بس انا نسيتها. قلنا صح كده، نجوم الموسم. قبل ما نقفل الحلقه بقى، نجوم الموسم اللي فات اللي كسبنا بيهم الدوري، وجايزه خاصه مسميها جايزه السلكان. نجوم الموسم اللي فات من وجهه نظري يا جماعه رقم واحد، قعدت افكر فيها قوي. لو جيت تسالني قبل ماتش سموحه كنت هقول لك بزيرة رقم واحد وما فيهاش كلام. لمسه بانطلاقه، محاوله خطيره، 1-0 حلوه. اخوان الفينا جوه 18 خطير، يا ولد يا لعيب، يا ولد. قلت لحضراتكم برازيلي اخوان الفينا عايز يعدي بمهارته. اخوان الفينا سن الجزمه يلعبها، ما فيهاش كلام. بس دلوقتي ما بقتش قادر. عدي الدباغ عمل 3-4 ماتشات في نهايه الموسم 1-0 هو اللي مكسبك، مجهود من نار. ولو بصيت على استمراريته بيلعب وينج يمين وراس حربه. الدباغ لا يا ولد في سقف الشبكه، شومه في المرمى. كوره حلوه المره دي، عدي يا ولد. فكره العرضيه من هنا، يا ولد يا ولد. الله بس مش هينفع يا جماعه. بزيرة ده منظومه الزمالك الهجوميه. هدي نجم الموسم لبزيرة، تحتيه عدي الدباغ بلحظه بشعره،
تحتيهم محمد اسماعيل. الثلاثي دول رقم 1 2 3، الثلاثي دول نجوم الزمالك. طبعا عدي الدباغ اللي هيقول لي هو رقم 1، انا معاك. لعيب بيساهم في 14 جون ولا 15 جون، طبعا معاك اعلى من مساهمات بزيرة، ولاعب وينج يمين وراس حربه. ولو قلت لي بزيرة ان هو المنظومه الهجوميه اقول لك طبعا بزيرة. ومع العلم بزيرة برضو يا جماعه اول موسم كان احسن من عدي، جم في النص هما الاثنين على شهر 12 كده قبل كاس العرب، كان فريق كله وحش، ده طبيعي لان كان فيه مشاكل. لكن بزيرة ابتدى الموسم احسن من عدي، فانا اخترت بزيرة وتحتيه عدي الدباغ، تحتيه محمد اسماعيل. في جايزه مهمه جدا انا قررت اديها للاعبين من لعيبه الزمالك، اسمها جايزه السلكان، ودي اهم حاجه في الكوره. والله العظيم السلكان. الجايزه دي يستلمها المهدي سليمان وعدي الدباغ. هتقول لي ليه؟ المهدي سليمان ده يا جماعه كان بيلعب عليه مين؟ صبحي، اللي هو ضايع وشايفه قدام عينه بيلعب وعمال يغلط، ما بيدلوش فرصه، وبعديها ادوا الفرصه لعواد وكان بيغلط وما بيدلوش فرصه برضه. فضل ساكت وصابر وما عملش مشكله ولا خرف في الفريق. نزل يا باشا وما كانش بياخد مستحقاته وما اشتكناش، نزل يا باشا اسد وسادد وشال الموسم. السلكان اللي بيفرق عدي الدباغ. عدي الدباغ العب يمين حاضر، شمال حاضر، راس حربه حاضر، اقعد دكه يا عدي حاضر. سالك مع ان هو مهاجم محترف، ده جاي لك ايه مكسر الدنيا، مهاجم كبير في اسيا وهداف المنتخب الفلسطيني التاريخي، جه قعد دكه وسكت واستحمل الانتقادات. وناصر منسي كان بيبقى وحش في الملعب وعدي مكسر الدنيا ويطلعوه بره ويكمل ناصر منسي. وصلوا لايه؟ اخر 3 ماتشات هو الهداف، هو الحاسم، هو اللي مكسب الزمالك. ولو تيجي تسال جمهور الزمالك يقول لك عدي الدباغ رقم 1 في الزمالك كله. وبقى ترند السلكان يا صاحبي في حياتك، في شغلك، في كل حاجه. السالك هو اللي بيكسب، والله العظيم اسمع مني. انك تسكت وتصبر وتشتغل هو ده اللي بيوصلك. وشفتوا بنفسكم يا جماعه، مش عايز اوقع في اللعيبه، وانت عارف لعيبه مش سالكه في الفريق بتاع الزمالك اترمت دكه اخر الموسم وضاع عليها فرصه انها تروح كاس عالم. بعد الموسم بقى ابتدت ترجع تقول لا انا بحب زمايلي، لا هو رقم 1، لا لسه جوه الملعب ما كانوش بيباصوا، جوه الملعب كانوا بيأننوا. السلكان ده هو الصح. جايزه سلكان حسام ايه عدي الدباغ والمهدي سليمان من اسباب الفوز، والاثنين دول من اسباب الفوز بالدوري. طبعا معاهم حسام عبد المجيد اللي احنا جينا عليه كتير، بس فعلا يا جماعه الراجل ده دوره في الفرقه مهم جدا. مع الكلام مع بعض اللعيبه من جوه الفرقه، دور حسام عبد المجيد مهم جدا في الفرقه. كواليتي دفاع ماتش سيراميكا كان هايل. هو بس رجله خانته 3 ماتشات بس، هو عمل موسم ممتاز، يا رب ما يمشيش ولا يحترف. ونقفل الحلقه بالاسطوره عبد الله السعيد، ولا ربع كلمه. انت بتتكلم في ايه؟ اداء فني، اداء مرعب في الملعب، قتاليه ومسيطر على الفرقه واسطوره بشكل مرعب. بس اتمنى السنه الجايه ياخد نص ساعه تلت ساعه. عبد الله السعيد يا جماعه ماتش في الاسبوع بس، انا كنت بنتقده فني لان احنا جايين عليه وما كانش فيه غيره. لازم نص ملعب الزمالك يكون من نار السنه الجايه. ان شاء الله لينا حلقه عن الصفقات ومين يمشي ومين يكمل. وحشتوني، بحبكم، سلام، ونتقابل ان شاء الله قريب جدا. بس عندي ضغطة امتحانات، بس ان شاء الله هتقابلوا قريب جدا وفي اللايفات على التيك توك. سلام.